معايا ومعاكم النهارده احلى فيديو بجد هتشوفوه. حاجه كده فاخر ومن الاخر. فعلا الجديد شديد. معايا ومعاكم بقى هتشوفوا احلى الوصفات واجدادها على قناه ايمي والعائله. بجد وصفه جديده وجميله جدا وشيك وكده، حاجه كده يعني عايزه اقول لكم ما تتاكل اكل من كتر جمالها وحلاوتها. يلا بينا نشوف الاكله الجميله بتاعتنا دي عملناها ازاي وايه مكوناتها ومقاديرها هتكون معانا ازاي وحطينا ايه وعملنا ايه وشلنا ايه. ده كله هنشوفه بالتفصيل مع بعض. فيلا كده تابعوا معايا الفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك فضلا وليس امرا. لايك كده وشير عشان الكل يستفاد. يلا بقى نتعرف على الوصفة بتاعتنا ونشوف الجديد فيها ونعرف مقاديرنا وطريقة تحضيرنا. هنشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي وطبقناها مع بعض ازاي. بس الاول نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول مقاديرنا هتكون معانا كالاتي. بصوا انا هنا عندي ميكس لحمه مفرومه على فراخ. لو حابه ان انت تحطي فراخ لوحدها، لحمه مفرومه لوحدها، اللي يعجبك. هنا عندي بشاميل وعندي جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. والرقاق ده بقى معمول بمصنعيه سر الصنعه، هتشوفوها في الفيديو اللي انا منزله لكم على القناه. معمول بطريقه مختلفه، اوعي يفوتك الفيديو، لو فاتك هيفوتك كتير. فيلا كده نبدأ بقى ونشوف الوصفة بتاعتنا دي اتعملت ازاي. اول حاجة عشان المقادير تبقى مظبوطة، انا عملت الرقاق ده على قد الصينية بالظبط عشان ان هي تبقى مظبوطة معايا كده وعلى قدها وتبقى تمام التمام. هنا عندي الشوربة بتاعتنا ولازم احط لها ربع كوباية صغيرة من اللبن. انا بحب قوي التركة دي لانها بتدي كده طراوة وجمال وتست عالي. هنا بقى عندي صينية كده قديمة انا بستخدمها للحاجات دي بالذات. هنبتدي ان احنا نبل الرقاقه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بعد في الشوربه بعد ما حطينا فيها اللبن. وطبعا الشوربه بتاعتنا احنا بنبقى محوجينها بالتحويج بتاعتنا الجميله. هنبتدي بقى نبل الفطيره او نبل الرقاقه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده هنبلها في الشوربه. وهنا انا استخدمت الماده الدهنيه بتاعتي ميكس ما بين السمنه وما بين الزبده الفلاح. كده تمام. هندهن يا دوبك الصينيه بعد ما تسخن كويس، هندهنها بالفرشه بالماده الدهنيه بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها الميكس اللي هو ما بين السمنه وما بين الزبده. وهنبتدي ان احنا نبل الرقاقه بتاعتنا بس بله خفيفه كده لانه هو طري ومش بيحتاج يعني زي الناشف ان هو ينبل جامد. وهنبتدي ان احنا نطبق الاكله بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. نبل وندهن الصينيه بالسمنه، وما نحط الرقاقه ندهنها برضو نديها كده وش سمنه ونقلبها. وزي ما انتم شايفين كده انا هنا عندي كانوا 9 رقاقات بالظبط. حطيت 5 تحت و4 فوق. هنفضل بقى نعمل نص الكمية زي ما انتم شايفين كده، واحدة يعني واحدة واحدة. حابة ان انت تحطيهم 2 2 عادي جدا، بس انا هنا انا بحب ان انا احطهم واحدة واحدة كده تمام. انا بشرح بالتفصيل اهو عشان ما يفوتكيش اي حاجة والاكلة تطلع معاكي كده جميلة وتشرفك فعلا قدام اهلك وناسك. بعد ما نعمل نص الكمية زي ما انتم شايفين كده هنبتدي ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا. وهنا انا استخدمت الحشوة ميكس زي ما انا قلت لكم ما بين اللحمة المفرومة والفراخ. حابة ان انت تعمليها مفرومة بس لحمة مفرومة بس عادي جدا، عايزة تعمليها فراخ، عايزة تعمليها حشوة جبن، يعني اللي يريحك واللي متاح عندك وموجود عندك اشتغلي بيه. مش شرط يعني ان انا اخترت الميكس ما بين اللحمة والفراخ تبقي مقيدة بنفس الحشوة اللي انا حطيتها، لا خالص. يعني الحشوة دي في ملعبك اللي تحبيه حطيه. بصوا قد ايه الرقاقة كيوت وصغننة وجميلة قوي وشكلها تحفة في التقديم. حاجة كده بجد يعني فاخر ومن الاخر. يلا بقى مستنيين ايه؟ ما تعملوا اشتراك للقناة لو انتم ما اشتركتوش فيها، ولايك وشيرك كده بيفرق معايا وهتدعميني. الكل يستفاد عشان تبقي استفدتي وفدتي غيرك، ففي سكتك كده اعملي شيء. بصوا بقى بعد ما خلصنا كده نص المقادير زي ما انا قلت لكم، هنبتدي ان احنا نحط الحشوه بتاعتنا الجميله اللي شكلها يفتح النفس. كلنا عارفين احنا بنعصج اللحمه ازاي. انا ضفت عليها هنا فلفل الوان. وبعد ما نحط الحشوه بتاعتنا في النص هنبتدي ان احنا نديها كده رشه من الجبن اللي هي عندنا عباره عن جبنه موتزاريلا وعليها كمان جبنه رومي.
هنبتدي بقى نطبق النص التاني زي ما عملنا كده في النص الاولاني، هنعمل في النص التاني. هنبتدي ان احنا ندهن الصينيه دهنه سمنه زي ما انتم شايفين. شوفوا هي بالفرشه كله خفيف خفيف كده. وعايزه اقول لكم والله طلعت في الاخر جميله وتحفه جدا. بصوا انتوا مش هتحكموا على الحاجه الا اذا جربتوها وعملتوها. انا بجد عجبتني اكتر بكتير من المكرونه بالبشاميل. عايزه اقول لكم بجد وبامانه وصفه لما تعملوها كده هتعجبكم جدا وهتنبسطوا منها وهتقولوا فعلا الجديد شديد. هنا بعد ما حطينا الجزء الثاني من الجلاش اسفه من الرقاق، هو جلاش فعلا. من الرقاق هنبتدي ان احنا ننزل عليه بالبشاميل. وهتلاحظوا ان لون البشاميل مش ابيض. ليه بقى؟ لان البشاميل انا بحب ان انا اطبقه او اعمله كده بعد ما بعصج اللحمه في نفس الحله بالظبط او في نفس الاناء اللي انا عملت فيه اللحمه المعصجه. بيديني كده تيست عالي وخطوه حلوه قوي. اتمنى ان انتوا تعملوها وتنفذوها، تعجبكم جدا. وبعدين ننزل بقى عليها بمعلقتين كده كنا شايلينهم على جنب من اللحمه المفرومه ونحطهم على الوش ورشه جبن كده. وخليكي سخيه في رشه الجبن عشان انا كان عندي يعني حبه بساط، فخليكي انتي سخيه كده ورشه جبن تكون كويسه. وفي الفرن على طول مباشره تحت الشوايه. احنا عندنا كل الحاجات تعتبر كلها مستويه، مفيش بس الا البشاميل والجبنه هتسيح وتاخد وش معانا كده، وهتبقى في الاخر زي ما انتم شايفين كده حاجه فاخر ومن الاخر. بالله عليكم لازم تعملوها وتجربوها وهتعرفوا ان هي قد ايه وصفه جميله، وهتعتمدوها باذن الله في وصفاتكم كلها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم بخير على امل ان يتجدد الفيديو بتاعنا بلقاء جديد. سلام.